Okay. السلام عليكم البنات، يديرين لاباس عليكم؟ كلشي مزيان هاني صحيحين. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وكتقضيو اجواء زوينه ديال رمضان. اليوم بغيت نصايب معكم واحد الميني بيتزا. عندي هنايا 5 الكؤوس ديال الدقيق وعندي 2 كؤوس ديال الفينو. غادي نضيف واحد المعلقه ديال السنيده كما كتشوفوا. غادي نضيف شويه ديال الملح، غادي نضيف الخميره، وغادي نضيف شويه ديال الزيت البلديه وشويه ديال الزعتر. يمكن لكم نتوما تنسوا باللي بغيتو، الزعتر، ازير، اي حاجه بغيتو. وغادي نبدا نعجن في هاد العجينه بميها دافيه كما كتشوفوا. ضروري نضيفوا شويه ديال الزيت باش تجينا العجينه رطبه كما كتشوفوا البنات. كنضيف الزيت هنايا، نضيفوا تقريبا ديك 3 المعالق او 4 المعالق. غادي نجيب ميها دافيه، غادي نعجن بها. انا ما كنضيفش لا ياغورت لا حليب. هنايا عندي شويه ديال الزعتر وشويه ديال الازير، غادي نحكم بحال هكا وغادي نعجن العجينه ديالي. المهم تكون شويه دافيه. غادي نجند العجينه وغادي نخليها حتى تخمر. انا غادي نكمل لي العجين في العجانه، غادي نجمعها بحال هكا باش نعرف القياس ديال الماء صافي. نجمع نخليها تدلك ليا مزيان ونغطيها ونخليها حتى تخمر. من بعد نتلاقاو باش نكملوا التتمه. انايا المقطع باش كنت كنصايب في الحشوه ما لقيتوش. المهم غادي تشحر شويه ديال الفلفله، انا شحر شويه ديال الفلفله خضراء وشويه ديال الفلفله حمراء صافي هما اللي شحرت. ونستعمل شويه ديال الطون، شويه ديال الزيتون مقطع وصافي. هادشي اللي كاين. والفرماج هادشي باش غادي نعمر البيتزا ديالي. وانتم عمروا بالحشوه اللي كتعجبكم كما كتشوفوا. انا غادي نخلي ديك العجينه نعجنها في العجانه. ضروري تكون العجينه مطلوقه تكون شويه مطلوقه كتلصق في اليد، ما تكونش عجينه قاصحه باش تجينا ديك البيتزا رطبه وزوينه. كما كتشوفوا انايا غادي تعجن ليا مزيان في العجانه تدلك. كما كتشوفوا تكون شويه كتلصق في الايد باش تجينا رطبه. كما كتشوفوا البنات هنا العجينه من بعد ما خمرت لينا غادي نشكل منها كويرات. انا ما غاديش نسرح العجينه بالدلاك، كنفضل نعملها غير كويرات يعني ميزاني باش نعمل كويرات كل وحده قد الاخرى، نعملهم قد باش تجيني العجينه. ما كنبغيش نسرح بالدلاك باش ما تقصحش ليا العجينه، كتجيني طاسه اللي سرحتي بالدلاك. من الاحسن غير بحال هكا نعملوها كويرات. انايا عملت كندير بالزيت. ما نعملش الدقيق، كنساعد بالزيت لحقاش العجينه كتلصق. غادي نعمل هنا كويرات صغيورين كما كتشوفوا. غادي نبسطهم شويه بحال هكا وغادي يجوني قد هذوك الميني بيتزا. وغادي نحطهم في اللاطه اللي حطيت فيها ورق الطهي. غادي نسرحهم كاملين كما كتشوفوا. غادي نسرح هذوك الكريسات كاملين اللي عندي نحطهم في اللاطه. انا عملت لي هاد الكميه، عملت لي 2 ديال اللاطات، هاد اللاطه اللي كبيره وواحد اللاطه اخرى متوسطه. وغادي نسرح العجينه كامله موجده لاصوص ديال المطيشه. انا كنصايبو، يمكن لكم تعملوا لاصوص اللي كتشريو اولا توجدوا لاصوص في الدار. حكوا غير مطيشه، عملوا معها معلقه ديال مطيشه الحك وشويه ديال الملح والابزار، واحد الفص صغير ديال الثوم، شويه ديال القزبر صافي. وخليوها حتى طيب مزيان وعملوها عمروا بها البيتزا صافي. هادشي اللي كاين البنات. وغادي نبقى بحال هكا حتى نسالي الكميه ديال العجينه كامله اللي عندي. عاد غادي نبدا نعمر فيهم بلا صوص وهذيك الفليفله اللي شحرت
والطون وشويه ديال الزيتون وصافي، ونخليهم حتى ترتاح ليا واحد 5 ديال الدقائق وندخلها للفران حتى طيب لي مزيان. من بعد عاد نضيف ليها الفرماج ونقدمها بالصحه والراحه. راه كتجي زوينه ساهله واقتصاديه وما فيهاش بزاف ديال التعقيدات، ما فيهاش لا حليب لا دانون سوس لا حليب بودره، وسهله وكتجي رطبه بزاف وكتجي لذيذه. غير جربوا هاد الطريقه، كنتمنى تعجبكم. انا بديت كنعمر في هذيك البيتزا ديالي من بعد ما خمرات ليا واحد 5 ديال الدقائق تقريبا بحال هكاك، خليتها ارتاحت صافي وعملت فيها بحال هكا لاصوص ديال مطيشه. غادي ندهن كامل هذيك العجينه اللي عندي صافي، وغادي نعمر بالحشوه اللي وجدت معكم. اللي وجدت الفلفله حمراء والفلفله خضراء شحرتهم في شويه ديال الزيت صافي، وعندي هنا الزيتون كحل والزيتون خضر مقطعين، وعندي شويه ديال الثوم. غادي نعمرها بهاد الحشوه. يمكن لكم تضيفوا الكفته، يمكن لكم تضيفوا قطع ديال الدجاج، يمكن لكم تضيفوا غير ديروا غير صلصه ديال مطيشه وتعملوا الموتزاريلا حتى بحال هكا كتجي زوينه. المهم نتوما عمروا بالحشوه اللي بغيتو، انا عملت غير هادشي اللي عندي موجود. حشوه سهله واقتصاديه واي دار كتكون فيها الفلفله والزيتون وصافي. هادشي اللي كاين البنات، هانتوما معايا حتى يكمل الفيديو وباش تشوفوا النتيجه النهائيه. من بعد ما غادي نعمر هاد البيتزات كاملين غادي ندخلهم الفران حتى طيب ليا العجينه مزيان صافي. غادي نخرجهم نضيف لهم فرماج وغادي نقدمهم بالصحه والراحه. انا عندي الفرماج موتزاريلا وعندي شويه ديال الفرماج حمر، حاكاهم انا كاملين ومخلطاهم، عاملهم في واحد السوبيره وديراهم في الفريزر في الفريغو. فين ما احتاجيت كنجبد نعمل منه كنردو للفريغو، ما كنخليش كامل كل مره نحك. كيجيني بحال هكا ملي كنحكو كامل كيجيني من الاحسن، كيجيني ساهل وكيكون موجود. وصافي هذه هي البيتزا ديالنا البنات، راه كتجي زوينه ورائعه ورطبه. كنتمنى تجربوا هذه الطريقه وتعجبكم. وبغيت نقول لكم البنات اللي يلاه كيشوف القناه ديالي اول مره ما ينساش يدير ليا ابوني وفعل الجرس باش يوصلكم اي جديد، وديروا لي واحد التعليق يكون زوين وشي كومونتير وشي لايك. ديروا لي لايكات البنات، كثروا لايكات. وشكرا لكم على المساعده ديالكم والدعم ديالكم، ونتلاقاو في الاخر ديال الفيديو باش تشوفوا النتيجه ديال الميني بيتزا ديالنا. كما كتشوفوا البنات البيتزا ديالنا من بعد ما طابت خرجتها من الفران. عندي هنايا الفرماج كما قلت لكم انا حاكاه، مخلطه الفرماج موتزاريلا مع الفرماج الحمر. غادي نعمل فوق هذيك البيتزا شويه ديال الفرماج صافي، وغادي ندخلها الفران واحد 2 حتى 3 ديال الدقائق حتى يذوب لينا داك الفرماج مزيان صافي، ونخرجها نقدمها وبالصحه والراحه. راه كتجي رائعه ورطبه وزوينه، كتجي لذيذه بزاف. نتمنى تعجبكم. يا